الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. فيديو النهاردة ان شاء الله هيكون عن علاج مشكلة الشعر الابيض او مشكلة شيب الشعر. هيكون علاج نهائي باذن الله من غير صبغة ومن غير حنة. طبعا مشكلة شيب الشعر دي مشكلة بتواجه كتير من السيدات والبنات، مش بس بتظهر المشكلة دي في سن متقدم، دي كمان بتظهر في سن مبكر. يعني في بنات كتير صغيرة في السن بتعاني من المشكلة دي، يبقى في شعر ابيض كتير بيسبب لها مشكلة. طبعا ده بيكون لأسباب نفسية او وراثية او لأسباب تانية كتير، المهم انها بتسبب مشكلة كتير من البنات والسيدات. النهاردة ان شاء الله انا جايبه لكم وصفة بتعالج الشعر الابيض نهائيا او بتعالج شيب الشعر نهائيا من غير صبغة ومن غير حنة. الحنة او الصبغة مش بتعالج المشكلة دي نهائيا، لا ده بتكون عبارة عن تغطية للشعر الابيض لفترة محدودة، يعني 20 يوم او شهر بالكتير بتلاقي الشعر الابيض رجع تاني وبتضطري تصبغيه تاني وهيرجع برضو تاني. لكن وصفة النهاردة ان شاء الله هتكون علاج، يعني علاج نهائي باذن الله. مش هتلاقي شعر ابيض خالص في شعرك، هتلاقي الشعر الابيض خد لونه الطبيعي، هتلاقي شعرك كله بقى لون واحد لونه الطبيعي. الوصفة دي بسيطة جدا ومش مكلفة خالص، موجودة ان شاء الله متوفرة في كل مطبخ. مفيش مطبخ مش هتلاقي فيه مكونات الوصفة بتاعت النهاردة. الوصفة دي عبارة عن شاي. طبعا مفيش مطبخ مفيهوش شاي، كلنا بنشرب شاي، متوفر ان شاء الله في كل بيت. كوبايه شاي بس يكون شاي تقيل قوي، مش كشري طبعا. هتجيبي الشاي وتغليه كويس قوي، المهم يبقى تقيل بالشكل ده. كوبايه من الشاي. المكون التاني هيكون عبارة عن ملح طعام، طبعا برضو متوافر وموجود في كل بيت. مفيش مطبخ مفيهوش ملح طعام، يبقى معلقة من ملح الطعام، الملح الابيض. يبقى كوباية شاي ومعلقة من الملح. هتجيبي معلقة كبيرة من ملح الطعام الابيض، هتحطيها على كوباية الشاي التقيل وتدوبيها كويس قوي. بعد كده هتصفي الشاي كويس قوي، وبعد كده هتدهني شعرك بالوصفة دي، شعرك كله من جذور الاطراف، يا اما بفرشة اسنان او بايديكي، او كمان لو عندك ازازة سبراي هتحطي فيها الشاي ده بعد ما تصفيه طبعا، وتبدأي ترشي اهم حاجة من الجذور للاطراف. بعد كده هتسيبيها على شعرك حوالي ساعة الا ربع. بعد كده هتغسلي شعرك بالمية بس من غير شامبو، يعني تغسلي شعرك بالمية بس، او ممكن تستخدمي حمام كريم او بلسم، المهم ما تغسليش شعرك بالشامبو. يبقى تغسلي شعرك بعد 45 دقيقة بعد ساعة الا ربع بالمية او بحمام الكريم او بالبلسم، المهم ما تغسليش شعرك بالشامبو. هتكرريها مرتين في الاسبوع وان شاء الله هتجيب نتيجة هايلة معاكي باذن الله. الوصفة دي على فكرة يا بنات مضمونة جدا، مجربة باذن الله، بس اهم حاجة تستمر عليها مرتين في الاسبوع ان شاء الله هتجيب نتيجة ممتازة معاكي. بس اهم حاجة تلتزموا بيها، مش تجربيها مرة واحدة وخلاص. يا ريت الوصفة تكون عجبتكم. زي ما قلت لكم الوصفة دي علاج للشعر الابيض، مش حل مؤقت للشعر الابيض، مش هتغطي الشعر الابيض وبعد كده يظهر تاني، لا ان شاء الله هتعالج الشعر الابيض نهائيا. بس اهم حاجه زي ما قلت لكم الاستمرار. طبعا مكوناتها سهله جدا وبسيطه وعلى قد الايد زي ما بيقولوا، مش مكلفه خالص. يا ريت تجربوها وان شاء الله هتجيب نتيجه حلوه معاكم. ما تنسوش بقى زي ما اتعودتوا معايا تشتركوا في القناه. يا ريت لو كنتي اول مره تشوفي القناه تشتركي فيها بالضغط على الزر الاحمر الموجود اسفل الفيديو. ما تنسوش كمان تعملوا لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من البنات يستفادوا منه. ولو في اي كومنت كمان اكتبوا لي في التعليقات. لو في اي حاجه عايزين نعملها لكم انا تحت امركم، ده شيء يسعدني جدا. اشوفكم على خير في حلقه جديده من دنيا المرأة، والسلام عليكم ورحمه الله.